السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. نسمي بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. النهارده انا عايزه اعمل فاصوليا خضراء، بقالنا كتير ما عملناهاش وما صورتلكوش قبل كده حلقه الفاصوليا الخضراء خالص. انا مقطعاها زي ما انتم شايفين كده اهو، حتت صغيره، وبغسلها بسيبها تتصفى في مصفى. تمام، بصوا ميتها نظيفه اهي خالص. وعندي وراك وعندي كبد وقوانص. الوراك انا هسلقها عشان اخد شوربتها واعمل بيها الفاصوليا الخضراء. تمام، وبعد كده هحطها لهم في الشوايه او هحمرها لهم بشويه كاتشب كده في الشوايه في الفرن. اما الكبد والقوانص انا غسلاها ومنضفاها، فاتحه القلب بتاعها منضفاه اهو. ان شاء الله انا بحب انضفها اول باول اهو. اهو القلب انا بفتحه، اما اجي هستعملها هغسلها تاني. تمام، والفراخ بديها شطفه واتك عليها كده واعصرها، وبرده بصفيها كويس قوي واحطها في الميه تتسلق. تمام، انا بصراحه مش عارفه اعمل الكبد والقوانص ايه. انا كل اللي بفكر فيه ان انا احتمال كبير اعملها لهم باللسان عصفور، او اديها زي سلقه كده مع الشوربه بسيطه واطلعها واحمرها لهم بفص ثوم وشويه فلفل اخضر. لسه برضو معرفش. المهم يلا بس نسلق الفراخ ونجهز الصلصه ونعملها. بصوا حبايبي، ادي الفراخ اهي، الميه غليت سقطتها. ادي الريم هشيله اهو، ده ما يقعدش يا جماعه، بيدي ريحه وحشه، متبقاش حلوه الشوربه. انا اول ما بيغلي قدامي كده بشيل الريم ده عشان الشوربه تبقى صافيه ونظيفه. حاطه لها البصلايه والطماطمايه زي ما اتفقنا سلام اهو. ادي الوراك خلاص غليت، هحط لها شويه قرفه وشويه جنزبيل وهوطي عليها عشان تستوي بالراحه. ادي حمرت البصلايه، شويه سمنه وشويه زيت، نزلت عليهم كيس الصلصه اللي انا عاملاه، فك اهو خلاص. هجيب الفاصوليا الخضراء عشان احطها. ادي الفاصوليا انا حطيتها الصلصه، هسيبها تدي غلوه 2 تشرب من الصلصه، وبعد كده لما الشوربه تبدا سوي الفراخ واحط لها ملحها هزودها. يبقى انا كده خلاص خلصت الفاصوليا الخضراء وخلصت الفراخ. نشوف هنعمل ايه في الكبد والقوانص. بصوا حبايبي، انا جهزت اهو الكبده، انا اديتها سلقه زي ما انتم شايفين كده اهي. طلعتها، قطعت بصلتين وقطعت قرن فلفل رومي اهو، وجهزتهم وحطيت شويه ملح وشويه فلفل وشويه كمون وشويه كزبره وشويه كاري وشويه قرفه. وقلت خلاص انا اول ما قبل المغرب بربع ساعه كده او ب10 دقايق هديها تشويحه، بس هقطع الكبده 4/4 او نصين زي ما انا بحب. انا عيالي ما بيحبوهاش صغيره، بيحبوا القطعه حلوه يعني. فيا دوبك انا هحط لها شويه زيت واديها تشويحه وخلاص. يبقى انا كده عملت الكبده. هما ما كانوش حابين يعملوها باللسان عصفور، بس هقول لكم على حاجه حلوه قوي. لو حابين تعملوا عليها لسان عصفور زي ما هي كده هتتشوح ماشي، وحمر اللسان عصفور في اي طاسه تانية واحطها عليها وانزل عليها بالشوربه واغطيها. تمام، اغطيها شوربه وادوق الحدق بتاعها، وبعد كده اغطي الطاسه. انا عندي الجريلا كبيره عشان كده انا اقدر اعمل فيها اللسان عصفور، وبعد كده توطوا عليها لما يتشرب ويبقى خلاص. وهيبقى طعمه معاكم جميل جدا بالبصل والفلفل والتوابل والكبد.
والف هنا. ادي الفاصوليا الخضراء، انا زودتها شوربه، حطيت لها ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه وشويه كاري اهي. اول ما تستوي انا هطفي عليها خلاص. انا كده خلصت الفاصوليا الخضراء. هتتغرف عادي خالص هي والكبد والقوانص، وادي الرز وادي الفراخ خلاص. انا كمان الفراخ بالنسبه لي خلاص خلصتها. بصوا شوربتها حلوه ازاي، بصوا ما شاء الله عليها. لو خدتي يعني كبشه صلصه من اللي موجوده باللي انت بتعملي فيها الطبيخ وحطيتيها على الشوربه بتبقى حلوه قوي، بتدي اللون المحمر اللي انت شايفاه ده، وبتدي طعم حلو قوي. انا حطيت لها مكعب ماجي وحطيت للفاصوليا الخضراء مكعب ماجي. بس انا هنشل الفراخ، هعملها برضو بشويه تتبيله حلوه كده وادخلها تحت الشوايه، طفيت عليها خلاص. يبقى انا كده الاكل بالنسبه لي جاهز، الفراخ والرز والفاصوليا الخضراء والكبد والقوانص بس. والف هنا. يعني بحب ان انا اعرفكم ممكن تعملوا ايه النهارده، تفتكروا الاكلات اللي الواحد بينساها زي الفاصوليا الخضراء، زي الكبد والقوانص اللي باللسان عصفور، كل الحاجات دي بتبقى حلوه قوي. واشوف وشكم بخير، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا لي الجرس وتدعوا لي دعوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم عليكم وعلينا.